السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كيف حالكم الجميع؟ إن شاء الله الجميع بخير وبأحسن حال. كل عام وانتو بألف خير. إن شاء الله بنعاد علينا بالصحة والخير والبركات، وإن شاء الله بنعاد علينا السنة الجاي وإحنا الجميع يا رب يوم عرفات على جبل عرفات. يا رب لا تنسوني من دعائكم. وشكرا كتير لكل شخص في القنوات سألت عني. اليوم ان شاء الله راح اعمل معكم، راح افرجيكم طريقتي السريعة لسلق الحمص، الترمس قصدي، اسفة، الترمس. اللهم صل على سيدنا محمد. انا الترمس نقعته صار لي 24 ساعة نقعته. هلا بدي اسلقه. بس اول اشي بعمل زي سرة حاطة فيها كمون مطحون، بحطها في الطنجرة ومع السلق الترمس، مع سلق الترمس اول اشي بتعطيها طعم، تاني اشي بتخفف يعني من النفخة. فان شاء الله هلأ راح احطه واسلقه، وطبعا بس يجهز ويستوي بس بصفيه من المي وبحط له ملح وبحطه بعلبة يعني محكمة وخلاص بضل بالثلاجة لأي حدا بيجي عندي هلأ في العيد فبضيفه. إذا بحبوا هم يعصروا ليمون نعصر لهم ليمون، وكمان اللي بده بنرش له كمون على الوجه. هلا هيك زي ما انتم شايفين حطيت سرة الكمون في يعني قاعد طنجرة، حطيت فوقها الترمس. هلا بدي ادير المية. طبعا انا بالسلق ما بدي يعني ما بحط ملح، بعد ما يستوي بحط ملح. في ناس لا بحطوا ملح انه قال بيستوي اسرع، بس لا بعد ما يستوي بحط ملح وهو سخن. بكب ميته وبحط ملح. وهاي السرعة طبعا كمان ما بكبها، بحطها بالعلبة اللي بدي احط فيها الترمس، فبضل طعم الكمون فيها. الناس اللي ما بتحب طعم الكمون بتقدر يعني تستغني عنها، بس صدقوني زاكي يعني. ان شاء الله بتجربوها وبتعجبكم. هلا هو سخن، بحط له الملح. طبعا انا راح احط 3 معالق، والواحد الملح يعني حسب الرغبة، كيف بحبه مالح شوية ظاهر بحبه، وبخلطهم على سر انه يطلع الترمس بهيك لون صفار حلو. انا شو بعمل بس يغلي، طبعا اكيد انتم بتعرفوا انه لما بتسلقوا مثلا حمص ترمس فول فبتطلع طبقة هيك بيضة، هاي لازم نشيلها ونكبها. فلما اشيل هاي الطبقة البيضة واكبها بكون تغلي، بحط رشة من الكركم، او احنا بنحكي كركم او عصفر، ما بعرف انتو شو عندكم، اللي هو العرق الاصفر هذا. فبحط رشة يعني هيك ما بعير، بحط بس رشة خفيفة وبيعطيه اللون الصفار الحلو، بس كمان ما بيطعم فيه يعني بس لون، بيعطي اللون الصفار اللي بيطعم الكمون، سرة الكمون اللي انا حطيتها. اما شو اسمه العصفر او الكركم ما بيطعم بس بيعطي لون. وهاي السر انا عندي انه بيطلع الترمس هيك لونه اصفر حلو. بتمنى انكم تجربوها وان شاء الله تعجبكم طريقتي ان شاء الله. اذا عجبتكم طريقتي اليوم بالترمس لا تنسوا اللايك والشير، تفعيل الجرس ليصلكم كل جديد من قناتي. وأضحى مبارك، كل عام وانتم بألف خير حبيباتي. إن شاء الله بنعاد عليكم بالصحة والخير والبركات. مع السلامة وفي أمان الله.